لو انت لسه بتبدأ في مجال التسويق الفيديو ده ليك. اول حاجه، مش كل الناس هتبقى عملائك. لما تستهدف كل الناس كانك ما استهدفتش اي حد. لازم تحدد وتعرف بالظبط مين هو جمهورك، وممكن تذاكر في النقطه دي حاجه اسمها الباير بيرسونا هتساعدك كتير. تاني حاجه، مش بتتابع تحليلاتك. ازاي تعرف انت ماشي صح ولا غلط من غير ارقام؟ لازم تبدا تستخدم ادوات لتحليل الاداء بتاعك مع كل عميل. كمان مش كل اللي انت بتحبه جمهورك بيحب. انشر اللي يناسب ويعجب جمهورك، رايك انت مش مهم قوي. بتنزل بوستات كتير ملهاش علاقه بالموضوع. ركز، الجوده اهم من الكميه، واهم حاجه انك توظف كل بوست صح. مفيش عندك استراتيجيه، يبقى انت زي اللي داخل الماتش من غير خطه، النتيجه محسومه. لازم قبل بدايه كل شهر تكون محضر البلان والاستراتيجي للي هتعمله. بتخلص الستوري دي، الستوري من اكتر الحاجات اللي الناس بتتفاعل معاها. حاول تركز ان اي بوست تنزله تكون كمان مشيره على الستوري. بتتجاهل الكومنتات والرسائل، كده انت بتقفل الباب في وش العملاء بايدك. لازم تهتم بكل رساله وكل كومنت، وتحاول على قد ما تقدر ان الرد يكون سريع. انك تركز على البيع بس. البيع مهم، بس الاهم انك تبني علاقه ما بين العميل والبراند بتاعك. مش بتطور المحتوى بتاعك، الناس بتمل بسرعه. حاول دايما ان يكون في جديد. حاول كل شهر تجدد من المحتوى، وركز دايما ان يكون مناسب ومميز للجمهور المستهدف. اخر واهم نصيحه علشان ما نطولش في الفيديو ده، ادرس منافسينك كويس وحاول تطلع بشكل مختلف مع العميل بتاعك علشان ما تكونش نسخه باهته من حد تاني. وبكده نكون خلصنا كل نصايحنا للناس اللي لسه بادئه جديد في التسويق على الفيسبوك. لو استفدت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وكمان اعمل منشن لاصحابك اللي لسه بادئين في مجال التسويق على الفيسبوك. واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.